ويبدو أنه السؤال ده وجد إجابات طيبة من البداية، وجد إجابات كافية. وزي ما قلنا في فرق بين القسوة والصبر. القسوة ما هي عمل إنساني، وتلقى كثير من الناس القساة عندما يمسوا في ما يخصهم ويهمهم جزوعين، وده نوع رديء. الصبر هو أن تصبر على مصيبتك أنت أول، فإذا كنت صبار على مصيبتك بتتألم يعني في داخلك، ثم بتكتم ألمك وما بتجزع الجزع الظاهر. معاملتك بالصورة دي إذا انطبقت على الأقرب الآخرين عمل طيب ده بكون. وده القاعدة اللي قال عارف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وزي ما قال برضو بدري أن المسألة دي مسألة سلوك طويل. إذا كانت أنت بتهتم بأمر الناس وبمصلحة الناس وبخدمة الناس وبتوصيل الخير للناس، بتجد نفسك دائما مهيأ أن تشعر شعور، وأن تقدر ظروف، وأن ترفق بمن ألم به المصاب. وبتهب، لأنه أصل ديدنك أنك تهب لتخفيف مشاكل ولإعانة. ولما تتذكروا في وقت بداية الوحي، لما النبي جاء راجع للسيدة خديجة وقال والله إني لأخشى أن أكون قد أصبت بمكروه بجن يعني، قالت له والله إنك لتحمل الكل وتعين على نوايب الدهر. إنك لتحمل الكل وتعين على نوايب الدهر. ومعنى كلامه أنه الله ما بخلي بينك وبين المكروه، ما يحصل لك مكروه لأنك تحمل الكل وتعين على نوايب الدهر. وفي الحقيقة دي العبادة أن الإنسان يكون خير للناس وصبار على أذاهن وكاف أذاه عنهن ووصال الخير لهم. والناس اللي بتوصل لهم الخير بيكونوا أحوج ما يكونوا له عندما يكونوا منكوبين بفقد عزيز عليهم. إذا كان ديدنك في العبادة هو ده، ما بكون في مشقة عليك في أن تتعاطف مع الناس. ما في شك أنه في درجات من المعرفة بتسوق إلى نوع قريب من التحجر. هو ما هو تحجر في ظاهر الأمر بيظهر كده، لكن ما هو تحجر، إنما هو معرفة أنه الميت قد يكون ماشي لحالة أحسن مما هو عندنا. دي بالطامن من الجزع لغاية ما تخلي ما نصبر عليه، مش قسوة، لغاية ما تخلي ما نصبر عليه أمر قليل. ما بنشوف أنه في مصيبة حقيقية، لأنه مثلا مات رجل بعد عمر طويل وصالح أعمال في العبادة، وانت بترى أنه بما اطلعت عليه وأنه ماشي لخير، ده بيقلل في أمر المصيبة اللي بتواجهها انت. فدي درجات من المعرفة. قالوا العباس عندما توفي الناس جو يعزوا عبد الله بن عباس، فجاء واحد قال له أصبر نكون بك صابرين، فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس، خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. فعبد الله بن عباس قال ما عزاني أحد بمثل ما عزاني هذا. فكأنه طمنوا على أبوه فيما هو ذاهب له، ووراه المكسب اللي بيلقاه هو بالصبر على العباس. خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. هذه درجة من المعرفة قد تظهر فيها أنه الصبر قريب من التحجر، قريب من عدم المبالاة، لكن ما هو كده. على أي حال السالك يقيس نفسه لما الأمر اللي يصيب الآخرين
ما يحركوا، لو أصابوا في أقرباه ما بحركوا برضو بالقدر الكافي. إذا كان وجد أنه فيما يخص نفسه صبار والمصايب هيدا في نظره فيما يخص نفسه ما يخاف عليها إذا وجد الحالة دي مع الناس الآخرين. قيس مع نفسك دائما، والضابط هو ما قالوا عارف من الحديث النبوي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.